بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أزكى الصلاة وأزكى التسليم. في خضم شهادة البكالوريا وما قد رأيناه من إبداء النقاط وكشوفها، كان ينبغي أن يكون الامتحان منطقيا كالعادة، فالقرار الارتجالي الذي رأيناه لم يعجبنا كطلبة ولم يعجبنا كمواطنين، أن الانتقال من الثانوية إلى الجامعة يرتقي إلى 10 فما تحت، هذا أمر لم يقنعني البتة. الأمر الآخر قضية تصحيح النقاط، والكثير منا يتحجج بأن الأساتذة أكفاء، نعم، لكن جل من لا يخطئ. فقد روى لي بعض الأساتذة أن البعض يصحح 200 ورقة في 7 دقائق. ما هذا؟ نطرح التساؤل. هناك من يتحجج بالبطاقة التركيبية التي قد استعملت في النظام القديم، لكن البطاقة التركيبية يا إخوان ما هي سوى العمل الدائم في الثانوية يساعد به أو ينقذ به الطلبة الذين لم يتحصلوا على معدل 10 كاملا. تعلمون أن الأمانة وخرقها أمر جلل، فجل من يكونون في الأمانة في مراكز الامتحان بعض التلاميذ يخافون على أوراقهم من الضياع. أقترح على السيد الوزير وأقترح على الوزارة التربوية أن تجعل في الورقة الأولى للإجابة خانة جديدة بها عدد الأوراق المضافة كي لا تكون هناك خيانة للأمانة. شاركوا معي كي يصل نداء كل تلميذ قد هضم حقه، كل تلميذ قد سقفت أحلامه، إلى كل تلميذ لم يرى حقه من عمله الدؤوب طوال السنة من بذل واجتهاد. شاركوا لكي يرى كل رجال التعليم وكل إطارات التربية أن اقتراح جعل خانة بها عدد الأوراق المضافة أمر شرعي وينبذ كل محظور. كان رفض الطعون كلية أمر به تهرب من المسؤولية، إذ أن الطعن حق مكفول في شتى بقاع العالم، الطعن وبه شروطه، فإن لم يتحقق ما المراد منه التلميذ هو تصحيح الخطأ في النقطة سيقصى أو ستقصى نقطته. أدعو من وكل إليهم أمرنا، أدعو كل رجالات التربية كل باسمه وجميل واسمه أن يأخذوا الكلام الذي قلته والنابع من كل تلميذ قد هضم حقه ومن كل تلميذ بذل خلال السنة بعين الاعتبار، كون أن هذا الأمر أمر عظيم وأمر به أمانة، فلا تخيبوا ظننا فيكم. رحم الله شهداء الجزائر، رحم الله الطالب عبد الرحمن شهيد الواجب شهيد الطلبة، ورحم الله كل المجاهدين الأخيار والشهداء الأبرار. وتحية لكل من هو قائم على العدل والحق والمساواة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.